السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم فيديو جديد. أولا شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو السابق. شكرا على كل شيء، على لي كومونتير، على لي لايك ديالكم، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. وكذلك هذا الفيديو هذا نتمنى ان شاء الله يعجبكم. بالنسبة لهذا الحجاب هذا البنات ديال المناسبات، سواء كتغطي عنقك او لا ما كتغطيش عنقك، بجميع الحالات هذا البوني هذا غادي يليق لك يعني، وغادي ديريه. وبقوا معايا حتى لاخر الفيديو. هو جا شي شوية طويل، ولكن ما لقيت ما نقص فيه باش يعني أي وحدة تفهم التفاصيل ديالو. فأول حاجة غادي نحتاجو، المهم عندي هنا الثوب ديال الإكرا، خلاص كما كتشوفوا عندي هذاك الثوب اللي فيه موزونة. بالنسبة لأول حاجة غنحتاجو واحد القطعة ديال الإكرا غادي نطويها على 4. المهم غتحتاجو واحد القطعة اللي غطوها على 4، يعني فاش غطوها على 4 غادي تحسبوا واحد 10 سنتيم. أنا هاد القطعة جاتني هي هذيك 10 سنتيم، غادي تدوروا بها هاكا، غادي عاوتاني ديروا هنا 10 سنتيم، وغتبقاو كديروا واحد نصف دائرة. المهم نتوما شوفوا القطعة غطوها على 4 وشوفوها واش غادي تجيكم هاد 10 سنتيم هي هذيك. هنا هانتوما البنات، المهم غنبقى غادا ب10 سنتيم. بالنسبة للبنات عقلوا على هاد 10 سنتيم. اللي بغات اللي عندها الشعر بزاف فعاود 10 سنتيم دير حتى 13 14 سنتيم، يعني تزيد، فهمتوا؟ تزيد غير في هاد الدوره هذه تزيد فيها، وغادي يبقى العبار، غادي يبقى يعني داكشي الاخر غيبقى هو ما غتغير حتى شي حاجه. اللي عندها الشعر بزاف وعندها الشعر يعني كثيف تزيد بلاصه 10، دير مثلا 14 هكاك، دير 13 14، المهم تزيد حتى 4 سنتيم تزيدها. غادي نحاول نطراسي هذيك 10 سنتيم هكا كما كتشوفوا. انا هاد القطعه كي قلت لكم جاتني هي هذيك، جاتني ب 10 سنتيم هي هذيك. صافي ما نتوما منين قطعنا ديك الدائره ديالنا كنحصلوا على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا. هذه القطعه الاولى. بالنسبه للقطعه الثانيه غادي نحتاجوا فيها هنا، غادي تكون العرض ديالها 7 سنتيم والطول ديالها هو 12 سنتيم. هذه القطعه الثانيه غادي نحطوها جانبا. غادي نجيبوا القطعه الثالثه. هذه القطعه الثالثه عندي مطويه على 2، والثوب يكون كيتيري بهذا الاتجاه كي كتشوفوا، يعني بالاتجاه ديال الطول. العرض غادي يكون هو 9 سنتيم، والطول غادي يكون عندي فيه 27 سنتيمتر، يعني ديك 27 سنتيمتر هي اللي تكون كتيري مزيان. غادي نحتاجو ايضا القطعه الرابعه، الطول ديالها 22 ونصف. هذه القطعه الرابعه 22 ونصف، والعرض هو 9 سنتيم، 9 سنتيم. غادي نحتفظوا بها جانبا. بالنسبه لهاد الثوب هذا ديال الموزونه البنات، غادي الطول ديال هاد القطعه هذه غادي يكون هو 47. هاد 47 البنات راها كتيري بهذا الاتجاه، يعني ضروري تكون هاد القطعه هذه كتيري. والعرض 31، يعني القياس الطول اللي عندنا فيه 47 خصو يكون كيتيري. غنحتاجوا لواحد القطعه ديال لاستيك اللي غادي تكون هي 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر غادي نقطعوه نوضعوه جانبا حتى هو. صافي نزيدوه مع القطع ديالنا. هنا البنات هذه واحد الشبيكه، يعني كانت لاصقه لي في داك الثوب ديال الموزونه. فنفس القياس ديال هذيك 7 على 12، نفس القياس غادي نوضعها عليها وغادي نطرقها عليها باش يعني تعطيني منظر. ممكن انكم تعوضوها بثوب ليكرانيت نفسه، ماشي مشكل. صافي البنات، وغادي نحتاجوا لواحد الشال. هنايا عندي فيه 100 سنتيم على 60 سنتيم. بالنسبه للشان كيبقى لكم الاختيار، ديروا القياس اللي بغيتو، العبار اللي بغيتو. غادي ناخذوا هذيك القطعه الثالثه وغنحاولوا نهبطوا بواحد الخياطه ديال 2 سنتيم كما غتشوفوا معايا. هذه القطعه الثالثه. هنا نتوما انا غادا بالسنتيم وكندير ديك 2 سنتيم هكاك، وغادا بالخياطه هكا على هذا الشكل. صافي وغنبقى غادا حتى الاخير. تقدروا تراسيوها وعاد تخيطوا، كيبقى لكم اختيار. دابا هنا هاد القطعه غادي نطويها على 2 كما كتشوفوا هكا على 2، وغادي نمشي نعبر من ديك الجهه المغلقه. غادي نجيب السنتيم ديالي من هنا وغادي ندير واحد 4 سنتيم، غادي نطراسيها هكا. غادي نديرو 4 سنتيم ونطراسيوها هنا. غادي نقلب عاوتاني بنفس الطريقه، غادي ندير 4 سنتيم وغادي نطراسيها هكا. وغادي نحصلوا على هذا القياس هذا اللي غادي يجينا هو هذاك، يعني في المنتصف هو هذاك. غادي نجيب داك لاستيك ديالي اللي قلنا فيه 4 سنتيم. غادي نحاول ندخلو يعني في هذه الخياطه اللي درت،
ممكن أنكم تستعملوا الفنيتة، ولكن أنا هنا غنستعمل غير بيدي لحقاش لاستيك صغير يعني ماشي بزاف، وحتى إلا درتو الفنيتة يعني المهم أنا جاتني المهم ممكن ديروا الفنيتة باش ما نقويش عليكم الهضرة. صافي ملي كنوصلوا لهاديك 4 سنتيم هانتوما غادي تشوفوا، أنا المهم درتو غير بيدي. منين غنوصلوا لهاد 4 سنتيم هانتوما غادي نشدو بواحد البانكا هكا كما غتشوفوا، وغادي نمشي لآلة الخياطة وغادي نطرقوا، يعني غادي يكون فوق ديك 4 سنتيم اللي علمت الأولى اللي عندي من واحد الجهة، وغادي نطرق عليه يعني باش يبقى مثبت لي بداك الاتجاه. صافي غادي نحيد النصف ديالو الآخر، غادي نحاول نكحزو لديك 4 سنتيم الأخرى. هانتوما كما كتشوفوا هكايا غنبقى نكحزو. انا داكشي علاش بغيت نكحزو غير بيدي، بانت لي المسافه يعني قليله وداكشي صافي بقيت معاه غير بيدي، عطيتو الخطر حتى كحزتو. كي قلت لكم ممكن انكم ديروا الفنيته. صافي من بعد ما وصلتوا لهذيك 4 سنتيم الاخرى عاوتاني غادي نطرق عليه بالماكينه وصافي. وهكا كيكون جمع ليا الثوب. ما غاديش عاد نعاود نطرق على الثوب ولا شي حاجه، صافي فقط كنشدو هو من الجناب وهو كيكمش لي الثوب. غادي نشد ديك القطعه مع هذيك القطعه الاخرى اللي بحالها وغادي نلصقهم من الجناب. هانتوما كما كتشوفوا غنشدهم بالبانكات وغادي نحاول ندوز عليهم بالخياطه. صافي وغندوز عاوتاني على الجهه الاخرى وغادي نقطع. هنا حصلنا على هذا الشكل البنات. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو هذيك الخياطه مع الخياطه كما كتشوفوا وغادي نطوي هكا. بغيت المنتصف، حنا دابا كنقلبوا على المنتصف، غنقلب المنتصف هنا، هذا هو اللي غادي نحتاج، هذا المنتصف اللي ما فيش الخياطه. عاوتاني غنلاصق هنا كما كتشوفوا ديك الخياطه مع هذيك الخياطه نيشان، وغادي نقلب على هذا المنتصف هذا. هانتوما كما كتشوفوا حصلت على هذا المنتصف وهذا المنتصف والجناب خلاص راه فيهم الخياطه. غادي نجيب هذيك القطعه اللي قطعناها على شكل دائري، غادي نطويها على اثنان هكا كما كتشوفوا، نطويها على اثنان وغنعلم هذا المنتصف وغادي نعلم عاوتاني هذا المنتصف. غادي نعاود نطويها هي نفسها على 4 هكا وغادي نطلع للفوق وغنعلم عاوتاني هذا المنتصف اللي على برا ونعاود نعلم المنتصف اللي على الداخل. غادي نطلقوها على واحد، كنحصلوا على 4 ديال النقاط، يعني 4 ديال المنتصفات، يعني 4. غادي نشد هاد القطعه هذه، غادي ناخذ واحد النقطه من دوك النقط اللي علمنا، يعني اي نقطه غادي تاخذوها غادي توضعوها على المنتصف ديال ديك القطعه الاولى اللي علمنا بحال هكا كما كتشوفوا. غادي ندير لها البانكا. القطعه الثانيه غادي نديرها في الخياطه في الجهه لما نلاقي القطعه الثالثه غنديرها في المنتصف اللي غادي يكون لتحت النقطه 3 عفوا، والنقطه الاخيره غادي تجيني في المنتصف ديال الخياطه هكا كما كتشوفوا باش تجينا هي هذيك. غادي ندوزو على كل شيء بالخياطه. ما بين هانتوما البنات ما بين نقطه ونقطه غادي يكونوا عندنا جوج ديال البليات، يعني اي نقطه غادي نديرو فيها جوج البليات كما كتشوفوا. دابا انا غادي ندوز في النقطه الثانيه، انا درت البليه الاولى يعني الثوب كيكون زايد صافي، وغادي نديرو البليه الثانيه. هانتوما كما كتشوفوا في الاول هنا راه غادي ندور عليهم. غادي ندير لكم بالنسبه كاين عندي جوج البليات، البليه الاولى والبليه الثانيه. انا عاد كنديرهم كنخيطهم. صافي خيطت الاولى كي كتشوفوا وانا غادي نخيط الثانيه، يعني ضروري ما بين نقطه ونقطه غادي يجيوكم واحد جوج البليات. ممكن ديروا غير وحده وتكبروها كيبقى لكم الاختيار. المهم داك الزياده ديال الثوب قبل ما توصلوا للنقطه الاخرى يعني ضروري خصكم تكونوا ساليتوا ديك المسافه تجيكم هي هذيك. صافي هنا دابا غادي نكمل الخياطه. كي قلت لكم هانتوما كي كتشوفوا هما عندي جوج البليات، يعني ما بين مسافه ما بين نقطه ونقطه عندي جوج ديال البليات. صافي هنا غادي نكمل الخياطه بشكل عادي، يعني كل جهه يعني ندير 4 ديال الاجزاء، يعني كل جزء غادي تجيني فيه 4 جوج ديال البليات. صافي غير باش نوضح لكم. صافي هنا ساليت البنات غنقطعوا الخيط ديالنا
هكا غنكونوا سالينا. صافي من بعد انا غادي نقلبو هكا كيجينا على هذا الشكل. يعني هاد القطعه اللي الفوق اللي دائريه اللي قلنا هي قلت لكم الا كان عندكم الشعر مثلا بزاف فعاود ديك 10 ديروا 13 ديروا 14 سنتيم وغتخيطوها بنفس الطريقه، يعني غتعطيكم غير الوفه. صافي ها نتوما البنات راه كتسيري. المهم انا هذا هو القياس اللي درت هانتوما كتشوفوا. من بعد غادي ناخذ هذيك القطعه الاخرى اللي قلت لكم درت فوقها هاد الشبيكه هذه، ها يعني عندي القطع مطلوقين على واحد بجوج بهم وغنحاول ندوز عليهم بالخياطه من غير واحد الجهه، يعني ما غنكملش فيها الخياطه باش هنا البنات راني بديت الخياطه درت عليها، هنا ما غاديش ندوز عليها كامله، غندير هنا وغنخلي عاوتاني واحد الفراغ الوسط باش نلقى منين نقلب هاد القطعه هذه. صافي ممكن هاد الشبيكه ديال البنات تعوضوها بثوب اخر بنفس الثوب، ديروا جوج القطع يعني في عوض ديك الشبيكه ديروا قطعه واحده اخرى. صافي هنا البنات شوفوا شديت هاد البوني هذا غادي نطويه على جوج نيشان، هانتوما كتشوفوا شديتو غادي ندير هاد الخياطه مع هاد الخياطه وغادي نطويه نيشان وغنمشي للفوق وغادي ندير واحد العلامه، يعني كنقلبوا على المنتصفين ضروري باش تجيكم الحاجه لوسط نيشان ياكو. غادي نشد هاد القطعه هذه اللي طرقنا وقلبنا، هذاك الثقب اللي كيبقى لينا كتعاودوا دوزوا عليه بالخياطه حتى هو غادي ندير لها المنتصف ديالها باش نحط المنتصف ديالها مع المنتصف اللي درت اللي علمته بالطباشير. دابا غادي ندوزو بالخياطه كما غتشوفوا باش غنعاود ندور هذه. المهم غندوزو دابا على هذه بالخياطه. هنا بعد ما خيطنا البنات كيبقى لينا هكا عاوتاني غادي نقلبو وغادي نعاودو ندوزو بالخياطه. في هذه المرحله ممكن ديروها غير بيديكم، انا كملتها غير بآلة الخياطه، المهم بقيت معاها عطيتها الخاطر حتى كملتها. صافي بقيت غادا معاها غير بالماكينه كي قلت لكم ممكن انكم دوزوها بيديكم. صافي غادي نحاول معاها حتى كملتها وغادي نحصلوا البنات على هذا الشكل هكايا، ها كتجينا مقلوبه. بالنسبه لهاد القطعه اللي فيها مزن من الجهه ديال الطول كنلويوها كنطويو واحد سنتيم وكنطرقوه هكايا ها كما كتشوفوا، والجهه الاخرى كذلك حتى هي كنطلقوا واحد سنتيم وكنطلقوا. بالنسبه للعرض البنات كنديروا بليات، هذا هو العرض دابا اللي كنخيط غادي نبقى ندير واحد البليات هكاها. المهم تديروا بليات عشوائيا ماشي ضروري يعني بالعبار ولا، المهم كتلويو وصافي هكايا باش كتجمعوهم من الجناب. صافي على هذا الشكل غادي نجي للجهه الاخرى حتى هي بنفس الطريقه غادي نبقى ندير بليات، يعني غير يكون القياس اللي درتو في هذه الجهه هو اللي درتو في الجهه الاخرى لحقاش من بعد غادي نلصقوا هاد جوج جهات هادوها غادي نلصقوهم. صافي كما قلت لكم هكايا. صافي هنا درنا بليات وهنا درنا بليات، غادي ندخلوهم في هاد الشبيكه هذه اللي كنا درنا وغنحاولوا نقلبوا الثوب هكايا موزون غيولي لداخل والخياطه باش تجينا على برا وغادي نجمعوهم كما قلت لكم. صافي دابا غادي نحاول نجمع هاد جوج ديال القطع هكا على هاد الشكل. صافي من بعد كنقلبوا هكا وغنحصلوا على هاد الشكل كما كتشوفوا بحال هكايا، يعني هاد التيربان هذا كيجينا بحال هكا ولا هاد البوني مهم، وغادي تلبسوه كيجي بهذا الشكل كما كتشوفوا هكا. وكندوروا هذاك الثوب ديال الموزون هنا كيشتو راني بحال اللي قلتو طاويه الثوب على جوج، هذاك ديال الموزون بحال اللي قلتو مخليتو هكاك على جوج، ولاني من بعد غنوريكم طلقوه على واحد. صافي هكا كيجي على هذا الشكل البنات يجي زوين كما كتشوفوا. هنا رازت شويه ديال الفوليم زعما بحال الشعر يعني باش تشوفوا راه كيجي يعني بجميع الحالات. هنا البنات اما عندكم اختيار تخليوها هكا النص هكايا باين، النص تاع البوني باين، اولا تغطيو بهذا الشكل راه كيتغطى بكل سهوله هكا كما كتشوفوا كيجي لاصق ما كيتصغي زعما ما تيتزعزع ما تيتهز داك الثوب ما حتى شي حاجه. هانتوما كيجي بهذا الشكل هكا، يعني هادو بالنسبه للبنات اللي كيعريو عنقهم. هنا غادي ندوزو للشال ديالنا غادي نطويوه على اثنان. دابا غادي ندوزو باش نغطيو له يعني نغطي داك الشال داك هاد التوربان هذا نديرو له الشان ديالو بالنسبه للمحجبات. هنا غادي نعلم له حتى هو المنتصف ديالو ضروري، غادي نعلم له المنتصف ديالو بحال هكا وغادي نشد هاد البوني هذا غادي نطويه على جوج البنات هكا، غادي نعلم له حتى هو المنتصف ديالو هكا.
وغادي نجيب المنتصف ديال الشال. هنا البنات هانتوما كنحط الشان بهذا الشكل، غادي نحط هاد النقطة على المنتصف ديال داك البوني هذا، غادي نحطو الفوق ونحاولوا ما نطرقوش على لاستيك البنات، نخيطوا في الخياطه الفوق على ديك 2 سنتيم اللي كنا درنا اللي كنا مشينا بها. والمهم غنبقى جايبه الشان ديالي حتى لهاد الملاقيه هادي كما غتشوفوا، عاوتاني نجيب بنفس الطريقه الجهه الاخرى حتى لهاد الملاقيه هادي صافي. وهنا غادي توقف لي الخياطه. ممكن البنات تقلبوا الثوب باش تشوفوا الخياطه وتتبعوها نيشان. انا راني خيطتي من الداخل ما بانتليش الخياطه من التحت، ويعني بانوا ليا جوج خياطات كما غتشوفوا، ولكن نتوما قلبوا وديك الساعه تخيطوا. صافي البنات هانتوما خيط كما كتشوفوا من هنا حتى لهنايا. صافي هذه هي المسافه اللي كتخيطوا وما كتقيسوش لاستيك، وكيجي بهذا الشكل البنات. راه المنظر ديالو كيجي يعني زوين كما غادي تشوفوا معايا هكايا. ها صافي هنا البنات راني لبستو المانكا صافي وكيجي بهذا الشكل هانتوما كتشوفوا. وهنايا غادي نقلب كما قلت لكم كما وريتكم في الاول، يا اما كتخليوها هكا يا اما كتغطيو الراس كامل، كيبقى لكم الاختيار. الحجاب ديالنا كيجي بحال هكايا كيجي مسدود كما كتشوفوا. هنايا انا سديته صافي وكنلويو عليه وكتجي بهذا الشكل غزاله البنات كيجي زوين. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. واخا الفيديو كان شويه طويل ولكن يعني فيه قوه تفاصيل ما لقيت ما نقص فيه. المهم هنايا الا بغيتو يعني تغطيو الراس بالكامل كديروه كهف فقط. كي قلت لكم هاد الشبكه بالجهه ديال الطول، هاد الموزون يكون كيتيري يعني تكون كتيري بالجهه ديال الطول. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا لايك وتشتركوا في القناه ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد. نتمنى ان شاء الله الفيديو تكونوا استفدتوا منه يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على حسن التتبع ديالكم. السلام عليكم. فيديو اخر ان شاء الله. واللي طلبت مني شي حاجه باش انني نشاركها معكم راني ما نسيتهاش، غير يجي الوقت المناسب ان شاء الله ونشارك معكم.